أهلا بكم مجددا في قناة فيلم في برشامة. اليوم سأعرض لكم فيلم إثارة ورعب، أتمنى أن تستمتعوا به. في القرن ال19 انضمت إنجلترا إلى التجارة العالمية. جلبوا الحرير والتوابل من المستعمرات الأخرى، لكن للأسف جلبوا فيروس الزومبي أيضا عن طريق الخطأ، وسرعان ما انتشر هؤلاء الوحوش في جميع أنحاء البلاد. مات ملايين الناس ثم عادوا إلى الحياة كزومبي قاتلين، وبدأ المواطنون الأصحاء بدراسة الفنون القاتلة من الصين واليابان. في النهاية، شيدت الحكومة الحاجز الكبير، وهو جدار بطول 100 قدم يحيط بلندن. ثم أضافوا القناة البحيرية الملكية، وهي خندق عميق جدا يحيط بالمدينة وأسوارها. تعرف الأرض الواقعة بين الجدار والخندق باسم المنطقة الواقعة بين الجدار والخندق. وفي معركة كينت الثانية، تم اختراق أحد الجسور عبر القناة وقتل الزومبي جميع سكان المنطقة الواقعة بين الجدار والخندق، مما أثار غضب الملك. بعد انتهاء المعركة، أمر بتدمير جميع الجسور باستثناء جسر واحد. وسرعان ما غادر اللوردات والسيدات لندن للعيش في قصورهم المحصنة. في أحد الأيام، وصل الكولونيل دارسي إلى ضيعة في مقاطعة هيرتفوردشاير بعد أن سمع عن شخص تعرض لعضة. تحقق حارس من هويته عند المدخل وأخذه عبر نفق، حيث نظر كاهن إلى جسده العاري للتأكد من أنه لم يتعرض لعضة. ثم سمح له أخيرا بالدخول إلى المنزل، حيث كانت السيدة فيذرستون تلعب الورق مع أصدقائها. أقسمت أنه لا يوجد أحد تعرض لعضة هنا، وأنه لم يدخل أي زومبي ضيعتها منذ سنوات. تظاهر دارسي بأنه يريد اللعب أيضا، فجلس على طاولة وأخرج قارورة مليئة بالذباب. أطلقها في الغرفة موضحا أنها تستطيع اكتشاف اللحم الفاسد. طار الذباب لثانية واحدة فقط قبل أن يهبط على رجل، مما يعني أنه يتحول تدريجيا إلى زومبي. كسر دارسي كأسه على الفور وطعن وجه الرجل قبل أن يقطع رأسه بشفرته. بعد ذلك، سأل دارسي إن كان هذا الرجل قد نقل العدوى إلى أي شخص في المنزل. أنكرت فيذرستون ذلك، فركل دارسي رأس الزومبي ليفضح أمر الضيوف أثناء خروجه. لكن ابنة فيذرستون رفضت الاستمرار في الكذب، وهرعت إلى الطابق العلوي للاطمئنان على ابنة أخت الرجل المصاب. لكن للأسف، فات الأوان، فقد تحولت الفتاة بالفعل وهاجمت الخدم، والآن تهاجم ابنة فيذرستون أيضا. في هذه الأثناء، كان السيد بينيت يدرب بناته الخمسة على جميع أنواع الأسلحة وفنون القتال المعروفة ليتمكن من الدفاع عن أنفسهن ضد الزومبي. لكن والدتهن، السيدة بينيت، لم تكن سعيدة بذلك، وأرادت منهن التركيز على الزواج. عندما سمعت السيدة بينيت عن حفل رقص قادم، أقنعت زوجها بالسماح لهن بالذهاب كاستراحة. جميع الأخوات متحمسات للأمر باستثناء إليزابيث، التي لا تحب التجمعات الاجتماعية. ارتدوا جميعا أجمل فساتينهن، لكنهم حرصوا على إخفاء الأسلحة فيها. لاحقا في الحفل، كان بينجلي يتحدث مع دارسي، لكنه تجمد عندما رأى جين، ووقع في حبها على الفور. يطلب منها الرقص ويستمتعان كثيرا معا. بعد ذلك، يصر بينجلي على أن يرقص دارسي أيضا ويطلب منه أن يطلب من إليزابيث، لكن دارسي يقول إنها لطيفة لكنها ليست جميلة بما يكفي لإغرائه. تسمع إليزابيث هذا وتبتعد، لكنها تسقط زجاجة عن طريق الخطأ وتحرج نفسها أمام الجميع. ما إن تخرج إليزابيث حتى تبدأ بالبكاء، لكن فيذرستون، التي أصبحت زومبي، قاطعتها. لا تزال فيذرستون قادرة على الكلام وتريد أن تخبر إليزابيث بشيء، لكن دارسي يطلق النار على رأسها أولا. عند سماع الطلقة، يخرج مجموعة من الناس للاطمئنان عليهم. في تلك اللحظة، يظهر زومبي آخر، ويقرع الحراس جرسا معلنين بدء الهجوم. بينما يهرع معظم الضيوف للاختباء، تخرج الأخوات بينيت أسلحتهم ويبدأون بمواجهة الزومبي. يقاتلون بلا رحمة، ويسقطون كل مخلوق بضربات دقيقة من شفراتهم وركلات محكمة. رؤية إليزابيث تقاتل تجعل دارسي يشعر بالانجذاب إليها. بعد ذلك، تحترق جميع جثث الزومبي. عندما عادت الأختان إلى المنزل، لم تكف جين عن الحديث عن بينجلي، بينما لم تكف إليزابيث عن التذمر من سلوكيات دارسي وكبريائه أثناء تدريبها، مما زاد من شراسة حركاتها وضرباتها. في اليوم التالي، تلقت جين دعوة لتناول الشاي مع بينجلي. طلبت منها سيدة بينيت ركوب حصان، تحسبا لو هطل المطر، فقد يطلب منها المبيت. وفي طريقها إلى هناك، مرت بعض الكلاب ركضا لأن زومبيا يلاحقها. استعدت جين لإطلاق النار، لكن حصانها خاف وأسقطها قبل أن يهرب. ثم حاولت جين إطلاق النار، لكن بندقيتها انفجرت وأصابت يدها.
عندما هاجمها الزومبي أخيرا، أخرجت جين سكينها وقاتلت بيدها، وقطعت يدي الزومبي بسرعة وجرحت ساقيه. ما إن سقط حتى ركلته في صدره وداست على رأسه لتقتله. وبينما بدأ المطر يهطل، لاحظت جين أمًا زومبي تحمل طفلا مصابا بين ذراعيها تقترب منها. في اليوم التالي وصلت إليزابيث إلى منزل بينجلي. اتضح أنهم وجدوا جين مصابة بالإنفلونزا، فأمضت الليلة هناك وهي تعاني من الحمى، فجاءت إليزابيث لرؤيتها. لكن دارسي قلقا من أن تكون جين مصابة، فبينما كان الطبيب يفحصها أطلق الذباب. لم تتفاعل الحشرات الصغيرة مع جين، فأمسكت إليزابيث بها جميعا بسهولة. سحقتها بقبضتها قبل أن تعيدها إلى دارسي بتعليق ساخر. بعد ذلك انضم إليزابيث إلى بينجلي وضيوفه، لكنها رفضت دعوتهم للعب بالورق، قائلة إنها تفضل القراءة. نشأ جدال حول ما يجعل المرأة حقيقية، ولم يكن دارسي يعلم إن كان معجبا بها أم لا. في تلك الليلة شاهدت إليزابيث دارسي وهو يتدرب في الخارج سرا. في اليوم التالي جاءت بقية أخوات بينيت ووالدتها لاصطحاب جين وإليزابيث. أراد بينجلي أن يبقوا، لكن دارسي ذكره بمخاطر العدوى. تشاجر دارسي مرة أخرى مع إليزابيث، كاشفا أنه يعلم أنها راقبته الليلة الماضية. لإسعاد الجميع أقنعت السيدة بينيت بينجلي بلعب الكرة لرفع معنوياتهم. وفي طريق عودتهم إلى المنزل لاحظوا انهيار دار الأيتام المجاور، وأن أيتام الزومبي يتجولون في الغابة. بعد فترة عرف السيد بينيت عائلته على ابن عمه كولينز، الذي سيحصل على التركة عند وفاة بينيت، لأن النساء لا يحق لهن الورث. أثناء الغداء أخبرهم كولينز أن رعيته هي الليدي كاثرين، وهي محاربة بارعة صنعت المعجزات خلال حرب الزومبي. أبدأ اهتماما بجين، لكن السيدة بينيت قاطعت على الفور قائلة إن جين علي علاقة ببينجلي بالفعل، وعرضت إليزابيث بدلا منها. بعد الظهر غادر كولينز والأخوات لزيارة عمتهن، لكنهن توقفن على الطريق عندما وجدن عربة ساقطة وامرأة تصرخ طلبا للمساعدة. جهزت الأختان أسلحتهما، وعندما خرجت المرأة أطلقوا النار عليها لأنها زومبي، وقضت عليها جين بركلها من أعلى التل. مع استمرار الرحلة تكافح إليزابيث لحمل جميع الأسلحة، لكن كولينز أعادها إلى ذراعيها بدلا من مساعدتها. عند وصولهما إلى المدينة يلاحظان الجنود الجدد الذين سيحمون هذه المنطقة. تلتقي إليزابيث بالملازم ويكهم، وينسجمان على الفور. يركب دارسي جواده بالقرب منهما، ويغار منهما عندما يراهما، فيغادر دون أي كلام. يخبر ويكهام إليزابيث أنه ودارسي ليس على وفاق بسبب بعض المشاكل العائلية المتعلقة بالمال. في تلك الليلة يحضر الجميع الحفل، وتقضي جين وقتا مع بينجلي. تحاول إليزابيث التحدث مع ويكهام، لكن كولينز يجرها للرقص مظهرا الكثير من الطاقة والحماس. بعد ذلك يطلب دارسي الرقص معها أيضا، لكن كولينز يجعل اللحظة محرجة ويتسبب في ابتعادهما. في طريقه للخروج يسمع دارسي السيدة بينيت تتحدث عن مستقبل جين مع بينجلي، وتستمر في التحدث عن ماله. في هذه الأثناء تصطدم إليزابيث ببينجلي، ويسمعان صوتا. عندما استدار رأيا خادما يهاجمه زومبي. أحضر الثنائي بعض الفؤوس وأتبعوه إلى الطابق السفلي، لكن الزومبي أمسك ببينجلي وأسقطه. انزلقت إليزابيث على الفور وأسقطت الزومبي أرضا قبل أن تطمئن على صديقتها، ولكن عندما رفعت رأسها اكتشفت جميع أيتام الزومبي المختبئين هناك، وسألتهم كيف تسللوا، فقال طفل إن صديقهم الجديد أرشدهم إلى الطريق. في تلك اللحظة وصل دارسي وبدأ في قتال الزومبي، وهزمهم جميعا بسرعة بطعنات سريعة من شفرته وبمساعدة سكين المطبخ، حتى أن زومبي دفع إلى الفرن. ثم سأل دارسي إن كان بينجلي قد عض، واستعد لقتله أيضا، لكن إليزابيث أكدت له أن بينجلي سقط للتو. قبل أن يغادر أخبرته إليزابيث أنه محارب ممتاز ولكنه صديق سيء. في اليوم التالي تلقت جين رسالة من بينجلي يشرح فيها أن عائلته ستعود إلى لندن، وأنه سيبدأ بمغازلة أخت دارسي بدلا منها. أثناء الغداء طلب كولينز من إليزابيث الزواج، لكن عليها أن تتخلى عن أسلحتها وتتوقف عن قتال الزومبي. رفضت إليزابيث طلبه وهرعت إلى الخارج لتخفف عن نفسها بالتدريب. وبختها والدتها لرفضها هذا العرض المهم، لكن والدها احترم قرارها. عانقت إليزابيث والدها لتشكره، لكن والدتها استمرت في إلحاحها، فهربت إلى الغابة بحثا عن بعض الهدوء. وفي الغابة
لاحظت إليزابيث مجموعة من الطيور تحلق فوق 4 رجال يرتدون قبعات عالية. ثم اقترب منها ويكهام، وعندما استدارت كان الرجال ال4 قد اختفوا. قال ويكهام إنه لم ير شيئا قبل أن يدعوها إلى مكان مميز. بعد لحظات وصلوا إلى كنيسة حيث كان كاهن يلقي عظة. عندما استدار الحشد صدمت إليزابيث عندما رأت أنهم جميعا زومبي. منعها ويكهام من الوصول إلى أسلحتها، وشاهد الكاهن يطعمهما أدمغة خنازير. اتضح أن المصابين لا يتحولون تماما إلى زومبي إذا لم يأكلوا أدمغة بشرية، ويعتقد ويكهام أن هذا هو مفتاح التفاهم بين الزومبي والبشر. وافقت إليزابيث وأشارت إلى أنه يجب عليهما نقل الفكرة إلى البلاط الملكي، لكن ويكهام أوضح أن الحرب كادت أن تفلس البلاد، لذا ليس لديهم من يلجؤون إليه طلبا للمساعدة. بعد فترة أخبرتها صديقة إليزابيث أنها مخطوبة لكولينز، وطلبت منها مرافقتها لمقابلة أهل زوجها. في منزل كولينز استمتعت إليزابيث بصورة تظهر كاثرين وهي تقتل لوسيفر. وهناك أيضا لوحة لفرسان نهاية العالم ال4 الذين يقال إنهم يظهرون عند اقتراب النهاية. أدركت إليزابيث أنهم الرجال الذين رأتهم في الغابة، ثم تمكنت أخيرا من مقابلة كاثرين وابنتها. صدمت إليزابيث لرؤية دارسي هناك أيضا، وعرفت أنه ابن أخي كاثرين. وسرعان ما وصل ويكهام أيضا، لأن إليزابيث دعته ليطلب المال الذي يحتاجه لخطته. تعتقد كاثرين أن فكرة مصادقة الزومبي سخيفة، وأنهم لن يستمعوا أبدا إلى قائد، لكن كولينز أشار إلى أن الكتاب المقدس يقول إن المسيح الدجال سيقود الموتى الأحياء. أيد دارسي رأي كاثرين، وغضب عندما ذكر ويكهام والده، فأمر الحراس بطرده. أخبرت إليزابيث دارسي أنه بلا مشاعر كالموتى الأحياء. في تلك الليلة قضى دارسي وقتا طويلا في الخارج يتدرب على التعامل مع غضبه. لم تستطع إليزابيث النوم لأن صديقتها تشخر، فذهبت لنزهة في الحدائق حيث وجدت ويكهام. جاء ليخبرها أن دارسي أجبر عائلة بينجلي على الرحيل بإخبارهم أن جين تسعى وراء أموالهم فقط. طلب ويكهام أيضا من إليزابيث الهروب معا، لكنها رفضته. قبل أن يغادر ذكرها ويكهام بأن يوم الحساب آت. في اليوم التالي أخبر دارسي إليزابيث أنه يعتبرها أدنى منزلة منه، لكنه لا يزال منجذبا إليها، فطلب منها الزواج. رفضت إليزابيث طلبه ووبخته على ما فعله بجين وبينجلي، فدافع دارسي عن ما فعله. ركلته إليزابيث الغاضبة وألقت عليه مجموعة من الأشياء قبل أن تهاجمه بقضيب حديدي. دافع عن نفسه بسرعة، وانتهى بهما الأمر في موقف محرج على الطاولة. تحول جدالهما إلى شجار عنيف وتبادل الضربات قبل أن ينتهي بهما الأمر في موقف محرج آخر. وعندما قالت إليزابيث إنها لن تتزوجه أبدا، غادر دارسي أخيرا وانهارت تماما. لاحقا تلقت إليزابيث رسالة من دارسي يشرح فيها موقفه. قال إنه لم يكن ينوي إيذاء جين، بل أرسل بينجلي بعيدا لحمايته من السيدة بينيت. يشرح أيضا أنه اضطر لقتل والده عندما أصبح زومبيا، ومع ذلك أعطى ويكهام المال الذي وعده به. ومع ذلك ظل ويكهام يعود ليطلب المزيد، وقد استاء لأن دارسي لم يدفع. ثم حاول ويكهام الزواج من أخت دارسي المراهقة للحصول على المال، لكن دارسي أنقذها في الوقت المناسب. وأخيرا أبلغ دارسي إليزابيث أنه يحترم مشاعرها تجاهه، لذا لنسيان حزنه ذهب إلى لندن لمحاربة هجوم الزومبي الأخير. يعتقد أن أحدهم يقود الزومبي لأن الهجمات كانت منظمة للغاية. عندما عادت إليزابيث إلى المنزل شعرت بالرعب عندما علمت أن ويكهام قد هرب مع ليديا أختها الصغرى. خمنت أنه لا بد أنه أخذها إلى كنيسة الزومبي. في تلك الليلة زارت إليزابيث كاثرين، وأعلنت أن دارسي سيتزوج ابنتها إذا لم تتزوجه إليزابيث أولا. ترى إليزابيث دارسي بشكل أفضل هذه الأيام، لكنها لا تزال غير متأكدة من العلاقة، لذا تحدتها كاثرين في مبارزة ضد حارسها. الرجل ضخم وقوي، لذا فهو يسدد لكمات خطيرة ويصد هجمات إليزابيث بسهولة. ترفض الاستسلام حتى عندما يخنقها وتجرح وجهه قبل أن تكسر ذراعه. بركلة ممتازة تقذفه على عارضة خشبية تنكسر وتتسبب في سقوط جزء من السقف عليه. حاصرت كاثرين إليزابيث بسيفيها، لكنها اعترفت باحترامها لعزيمتها. في تلك اللحظة دخل السيد بينيت الغرفة ليمنع إليزابيث من إنقاذ أختها لأن الأمر خطير للغاية. تطوعت جين للمساعدة، لكن إليزابيث رفضت مجيئها لأنها تريدها أن تحمي العائلة. ثم عرضت كاثرين رعاية عائلة بينيت في منزلها حتى تتمكن جين وإليزابيث من المغادرة. عندما وصل الثنائي إلى الجسر
اعترضهما الجنود وأبلغوهما أنهم زرعوا الكثير من المتفجرات. سيتم تفجير الجسر غدا فجرا لمنع جحافل الزومبي في لندن من غزو بقية البلاد. تجاهلتهما الأختان وواصلت المضي قدما. في هذه الأثناء كان بينجلي في ساحة المعركة يلقي قنبلة على الزومبي المحاصرين داخل خندق، ولكن عندما هم بالمغادرة أمسكه مخلوق من وشاحه. لحسن الحظ وصلت جين في الوقت المناسب تماما لقطع الوشاح ودفعه بعيدا عن الانفجار. وفي مكان قريب قتل دارسي زومبيا آخر بسيفه ليجد مجموعة من أيادي الموتى الأحياء تمتد من الأرض. كان زومبي ضخم على وشك مهاجمته من الخلف، لكن إليزابيث قتلته أولا بفأس. أوضحت أنهم يقفون على مقبرة زومبي، لذا بدأوا بطعن الأرض لقتل الجثث المستيقظة. بعد ذلك أخبرته إليزابيث عن وجود أختها في الكنيسة، واضطر دارسي لإبلاغها أن المبنى قد احترق قبل 5 أيام، لذا فمن المحتمل أن أختها قد ماتت. عندما غادر دارسي اتضح أنه كان يكذب، فقد أخبر إليزابيث أن الكنيسة قد هدمت لإبعادها عن الخطر، لكن المبنى في الواقع بخير. يتسلل إلى الكنيسة ويرى فرسان نهاية العالم ال4 يقودون حشدا من الزومبي. في هذه الأثناء تلاحظ إليزابيث أن بينجلي يظل ينظر إلى الطريق المؤدي إلى الكنيسة وليس إلى الجسر الذي يفترض أن يشرف على التفجير فيه. هذا يجعلها تدرك أن دارسي كذب، فتغادر على الفور على حصانها. في المعسكر يكتشف رجل أن أحدهم سرق جميع أدمغة الجنود القتلى. بالعودة إلى دارسي يدخل الكنيسة من باب خلفي ويجد ليديا مقيدة بالسلاسل. على جدار يكتشف خطط ويكهام لمهاجمة لندن بالزومبي. في تلك اللحظة يظهر ويكهام ويعرض عليه دارسي المال مقابل ليديا، لكن ويكهام يرفض ويطلق النار. تصطدم الرصاصة ببوابة وينبه الصوت الحشد الذي اقتحم الغرفة على الفور. اتضح أن ويكهام أطعمهم أدمغة الجنود ليجعلهم عنيفين. بينما يحاول ويكهام الدفاع عن نفسه يكسر دارسي السلسلة لإنقاذ ليديا. في الوقت نفسه سحب حصانه قضبان النافذة ليتمكن سيده من الهرب. حالما خرج وضع دارسي ليديا على حصانه وأرسلها إلى الجسر، ثم هزم 2 من الزومبي قبل أن يواجهه ويكهام، فاندلعت مبارزة بالسيف بينما فر الزومبي من الكنيسة. في الأفق واصلت إليزابيث ركوب حصانها ونظرت إلى لندن وهي تحترق في رعب. في تلك اللحظة رأت ليديا وندتها باسمها، لكن لم يسمع صوتها. ظهر حشد الزومبي خلفها، فأخرجت إليزابيث سيفها لتعبره. وصلت ليديا إلى الجسر قبل أن يبدأوا بالاستعداد للتفجير. بالعودة إلى الكنيسة واصل الرجال القتال، وتمكن دارسي من طعن خصمه. لكن ويكهام بخير لأنه كان ميتا حيا طوال الوقت، وقد كبت رغبته في العقول البشرية بسبب كراهيته لدارسي. أوضح ويكهام أن الفرسان ال4 قد نهضوا من الجحيم، وأنه المسيح الدجال الذي سيقودهم. بدأ بخنق دارسي واستعد لقطع رأسه، لكن إليزابيث أوقفته بقطع ذراعه ودوسه بحصانها. بعد ذلك ركب الزوجان حصان إليزابيث بينما طاردتهما حشود الزومبي. وصلوا إلى الجسر في الوقت الذي فعل فيه الجنود القنابل، وظنت الأختان أن إليزابيث تقتل جراء الانفجارات الناتجة. لكن عندما انقشع الدخان كانت إليزابيث تزحف على الأنقاض. وجدت جثة دارسي فاقدا للوعي بالقرب منها، فقبلته وقالت إنها تحبه. بعد بضعة أيام طلب بينجلي من جين الزواج، ووافقت على ذلك. استيقظ دارسي من غيبوبته وأخبر إليزابيث أنه كذب عليها لمحاولة أبعادها عن الجسر، وعرض عليها الزواج، ووافقت قبل أن يتبادل القبولات. تزوج الزوجان معا، وأقام كولينز مراسم الزواج. كان الجميع سعداء حتى رأوا ويكهام يقترب ومعه حشد من الزومبي. تأكدوا من الاشتراك وتفعيل الإشعارات لتتمكنوا من مشاهدة المزيد من الفيديوهات المشابهة. شكرا للمشاهدة.